السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني يا رب تكونوا في أفضل حال. جاية لكم النهاردة بصينية فراخ مشوية إنما إيه. هننزل أول حاجة بمعلقة من السمنة ومعانا بصل مقطعينه زي ما انتوا شايفين كده عادي، عايز تقطعيه زي ما تحبي. هو كده كده هيدبل معانا. ومعانا قرنين من الفلفل الرومي برضو أي تقطيعة تحبيها زي ما قلنا هيدبل معانا، وكذلك 2 من الطماطم. تمام. وهنقلّب كل الكلام الحلو ده مع بعض مع السمنة لحد ما هيدبل معانا زي ما أنتم شايفين، وكمان هانزل بمعلقة من الصلصة، ومعلقة من دبس الرمان، وكمان معلقة من الصويا صوص. تمام. وهابدأ أشوّح كل الحاجات دي مع بعضها، تاخد كده من طعم بعض وتدّيني الألوان الجميلة اللي أنتم شايفينها، وهانزل كمان ورق لورا وحبهان وملح و 7 بهارات وفلفل أسود و ربع معلقة من القرفة، وزي ما أنتم شايفين كده هابدأ أقلّب الحاجات بتاعتي دي كلّها كويس. هنا الملامح بدأت تبان أكتر. وبعد ما هتدبل معايا زي ما أنتم شايفين، هاجيب الفراخ بتاعتي أي قطعة تحبيها من الفراخ، ممكن فرخة كاملة، وبعد ما هاغسلها كويس وهانقعها في محلول النقع بتاعي، هابدأ أجيب الخلطة بتاعتي وهاحشي الجلد كده زي ما أنتم شايفين، كل حاجة موضحة قدامكم. و يعني هاحاول كده أدّيها كلها من طعم التتبيلة اللي إحنا عملناها، كل حاجة موضحة قدامكم. تمام. زي ما أنتم شايفين دي كانت معايا أوراق، نقعتها طبعًا في مَيّة وخل ومَيّة وليمون عذرًا دقيق وملح، وزي ما أنتم شايفين كده هندخّلها بقى الفرن لمدة ساعة إلا ربع لساعة، وهتطلع معاكم في منتهى الجمال، وعذرًا إن أنا ما طلّعتهالكوش بعد. الحتّة دي كانت اتمسحت، لكن أأكد لكم إنها هتطلع في منتهى الجمال. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة، باحبكم جدًا، مع السلامة.